السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتي قناة نانا فضل متخصصة للتورت والجاتوهات. النهاردة هنعمل تورتاية مقاس 30 في 30 بطريقة سهلة جدا وبنص كيلو دقيق سبونج. هنعمل ربع كيلو دقيق سبونج فانيليا وربع كيلو دقيق سبونج كاكاو وهتطلع بالشكل ده. هنعمل السبونج الفانيليا معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش طالع من التلاجة، يعني لو طالع من التلاجة سيبيه شوية. وهضيف كمان ربع كيلو من الدقيق سبونج اللي هو عبارة عن 250 جرام، وربع كوباية من المية، ده مية عادي فترة من الحنفية عادي. وهضيف كمان معلقة صغيرة من محسن الجل، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو البودر. هقلبهم الأول وبعد كده هشغل العجانة عليهم لمدة 10 دقايق. لو عندك اللي هو المضرب الكهرباء ده بتاخد من 12 دقيقة لربع ساعة. كده هشغله ولو ربع ساعة. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا مقاس 30 في 40 وهفرشها بورقة زبدة. بعد كده هنزل بالخليط بتاعنا في الصينية، وطبعا نكون مسخنين الفرن بتاعنا قبل ما نبدأ في الكيك بتاعنا، لازم الكيك بتاعنا يدخل على فرن سخن على طول. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الخليط بتاعنا طالع هايش ازاي، كل ده ربع كيلو. طبعا زي ما قلت لكم الصينية ديت 30 في 40. هنوزع بقى الخليط بتاعنا في الصينية كده كده تمام. بعد ما وزعته بجيب الاسباتيول وبحاول اسوي الوش كده عشان يديني سطح ناعم معايا ومتبقاش حتة عالية وحتة واطية. وبعد كده هدخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 180. هتحطيه في الرف الوسطاني، هياخد منك من 12 لربع ساعة. يلا بينا كمان نعمل سبونش الكاكاو. هي نفس طريقة سبونش الفانيليا. انا ضفت ربع كيلو دقيق سبونش كاكاو على 3 بيضات على ربع كوباية من المية على معلقة صغيرة من محسن الجيل على نص معلقة صغيرة من الفانيليا السائل او البودر. كده تمام. بعد كده هقلبهم بقى بايديا الاول، بعد كده هشغل العجانة عليهم لمدة 10 دقايق. وزي ما قلت لك لو بمضرب كهرباء بياخد من 12 لربع ساعة، لو بمضرب الكهرباء اليدوي. كده الاسبونج الفانيليا بتاعنا طلع زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. طبعا قبل ما بتطلعيه بتختبريه بسكينة رفيعة او بعصاية خل. هغطيه بقى واسيبه يبرد خالص لمدة ساعتين 3 وهبدأ اشتغل فيه. كده خلاص عدى ساعتين 3 لحد ما برد معايا خالص. مينفعش طبعا اقطعه وهو سخن. هبدأ بقى اشتغل فيه. ده كده سبونج الفانيليا وسبونج الكاكاو كده بعد ما بردوا خالص. هناخد بقى سبونج الفانيليا وهنجيب بقى المسطرة بتاعتنا او المتر بتاعك هتقيسي بالطول كده 25 وبالعرض 25. بتعلمي بقى بالسكينة كده وتيجي برضو من فوق عشان تاخدها مستقيمة كده تبقى طولها واحد. واقطعها يبقى كده قطعت 25. اشيل بقى الوش الاحمر ده كله، بيبقى عبارة عن عجينة كده بتشيليه عشان طبعا بتبقى زفرة البيض فيه ما ينفعش تاكليه. بشيله كده وبتخلص منه خالص. ممكن تعمليه بالسكينة وممكن تعمليه بايديكي بيطلع بكل سهولة. كده انا قست بالطول 25، هاجي بقى بالعرض كده برضو وهقيس 25، يبقى 25 في 25. والزيادة اللي هتطلع ديت هعملها طبقة وسطانية. تمام. هعملها بقى من النص كده على شكل مثلث، وبتقصي الورق بقى كده طبقتين، والطبقة اللي طلعت ديت هتقصيها برضو تديك الطبقة التالتة. يبقى كده معايا 3 طبقات من السبونج الفانيليا. وهاجي برضو السبونج الكاكاو هنعملها زي ما عملناها كده بالظبط. هشيل بقى الوش بتاعنا المعرق ده كله، طبعا بيبقى ريحة الزفارة فيه. وعملت طبق 3 طبقات برضو من سبونج الكاكاو. ويلا بينا نعمل الكريمة بتاعتنا. معايا كوبايتين 2 كريم جانتيه خام بدون سكر. طبعا انا بفضل النوعية هايبر المتحدة بتبقى حلوة جدا. يبقى معايا كوبايتين 2 كريم جانتيه خام. هضيف عليهم معلقة كبيرة من كريمة البسري. كريمة البسري دي بتبقى حلوة قوي، بتعزز طعم الكريمة وبتخليها حلوة قوي. ضفت معلقة كبيرة. وهضيف نص كوباية برضو من السكر، ده كوباية معيارية. وهضيف برضو كوبايتين 2 كبار من المية المتلجة. يبقى كوبايتين 2 كريم جانتيه خام عليهم كوبايتين 2 مية متلجة، يعني مقدار الكريمة هو مقدار المية. هقلب كل المقادير مع بعض وبعد كده هشغل العجان الكهرباء عليها لمدة بقى 5-6 دقايق كده لحد ما تهيش معاكي وتبقى الكريمة جاهزة معاكي. كده تمام. بقت الكريمة بتاعتنا جاهزة وعبيتها بقى في كيسة حلواني عشان تبقى سهلة معايا. ما عندكيش كيس حلواني ممكن كيس التلاجة عادي اللي بتحطي فيها اللبن. هنجيب بقى البوردة بتاعتنا وحطيت شوية كده من الكريمة عشان برضو الكيك ما يتهزش معايا وانا بجلسها. هنسقيها بقى بالشربات، يعني كل طبقة كده بتسقيها بالشربات وبعد كده بتحطي الكريمة عليها. الشربات ده عبارة عن كوباية من السكر الحبيبات عليه كوبايتين 2 مية ونص ليمونة، بتسيبوهم يغلي وبعد كده بتزودي عليها نص معلقة من الفانيليا. بيغلوا بس حوالي 5 دقايق كده على النار، وبعد كده بتطفي عليهم وتسيبها لحد ما تبرد خالص وبتستخدميها.
كده حطيت سقيت بالشربات وحطيت طبقة من الكريمة بسويها كده، واخد بقى الطبقة اللي احنا كنا مقطعينها هنحطها بقى في النص بالشكل ده. الطريقة دي سهلة جدا جدا، كانت اتطلبت مني لان في ناس كتير ما بيعرفوش يقطعوا الكيك، فانا عملت لهم الطريقة ديت عشان تبقى سهلة معاكم. كمان في صواني كتير ما بتبقاش متوفرة عندكم، يعني الصينية 30 في 40 دي ممكن تلاقيها متوفرة في كل بيت. يبقى كده بقى ملكوش حجة، ممكن تقومي تعمليها بطريقة سهلة خالص، ولا تشيلي هم تقطيع كيك ولا اي حاجة خالص، طريقة سهلة جدا جدا. كده خلاص حطينا سقنا بالشربات وحطينا الطبقة التانية برضو من الكريمة، برضو بنسويها كده بالاسباتيول. وهجيب الطبقة التالتة وهعمل نفس النظام كده بالظبط، بس بتضغطي عليها بايديكي كده عشان تمسك في الطبقة اللي تحتيها. برضو هسقيها بالشربات وهوزع برضو الكريمة على الوش، وهجيب برضو الكريمة واوزعها على الجوانب. تمام. الكيسة دي بتبقى سهلة معاكي قوي وانتي بتوزعي، اسهل من الاسباتيول واسهل من اي حاجة، تبقى سهلة معاكي خالص. وزي ما قلت لك ما عندكيش كيس الحلوانية ده، باي كيس التلاجة عندك او اي كيسة فاضية ممكن تحطي فيها، يعني ما تعقديش الامور على نفسك. اهو بسويها كده بقى بالاسباتيول، وهاجي برضو من الجوانب وهوزع برضو الكريمة عليها من الجوانب كده. شايفين سهلة خالص ازاي؟ لو وصلتوا هنا بقى لحد الفيديو، ياريت اوعوا تبخلوا عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناة عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. كده بعد ما وزعنا الكريمة خلاص، بنحاول بقى نديها سطح ناعم من بره، بنجيب الاسباتيول ونحاول نمشيها كده بالراحة خالص عليها من بره كده لحد ما تبقى سطح ناعم معانا خالص. ما عندكش الاسباتيول ده، ممكن بمسطرة من مسطرة اولادك اغسليها غسلة كويسة جدا، وحاولي تمشي عليها لحد ما تبقى ناعمه معاكي خالص. دي بقيه الكريمه بتاعتنا، ضفت عليها معلقتين 2 كبار من الكريمه من الكاكاو الاسباني، وقلبتها تقليبه كويسه. وهبدا بقى اشتغل في سبونج الكاكاو. هنجيب بقى اول طبقه، وبرده هنسقيها بالشربات، وهوزع برضو الكريمه بتاعتنا بعد ما قلبناها بمعلقتين 2 من الكاكاو، ده كاكاو اسباني. حابين بقى تحطوا اي حشوات عليها حطي، حابه تحطي كريسبي ممكن، حابه تحطي شوكولات شيبس، لو حابة تحطي مكسرات حطي، حابة تحطي نوتيلا حطي برضو، او لو عايزة تحطي جناش حطي زي ما انتي عاوزة. بس التورتيه بتاعتنا النهاردة تورتيه اقتصادية. كده وزعت الكريمة بتاعتنا. هناخد برضو الطبقة دي، الطبقة اللي احنا اللي كانت متقطعة شوية، دي الطبقة اللي احنا مقطعينها من بواقي الكيك، هنحطها بقى في النص كده. الطريقة ديت سهلة جدا اهوت، عشان في ناس كتير بيقولك ما بنعرفش نقطع الكيك، فكده ديت كانت الطريقة ديت ناس كتير طالبينها مني. هنوزع بقى الشربات عليها بالشكل ده. برضو هنحط الكريمة، نفس الخطوات اللي احنا عملناها في سبونج الفانيليا هنعملها برضو في سبونج الكاكاو. تمام. هنسويها برضو بالاسباتيول لحد ما تبقى ناعمة برضو. حلاوة الكيس وانت بتوزعي بيديك الطبقات كلها متساوية، ميبقاش معاكي حتة عالية وحتة واطية. فالطريقة دي بتبقى سهلة جدا جدا، وخاصة كمان للناس المبتدئة. ده كده حطيت الطبقة التالتة، برضو كده بظبطها كده بايديا واضغط عليها حاجة بسيطة لحد ما تلزق بس في الطبقة اللي تحت. هسقيها برضو بالشربات، وبرضو هنوزع عليها الكريمة بالشكل ده. كده خلاص بعد ما سويتها خالص، معلش الجزء ده لقيت التليفون مش بيصوره، عملت لها كده زجزاج كده بالمشط بتاع الحلواني. حطها بقى كده في الفريزر لمدة ساعة وابدأ افنشها كده. بعد ما عدى عليها ساعة في الفريزر طلعتها. ده عملت الجناش معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات. حطيته كده في كيس الحلواني وعملت دريبات على الحرف.
بالشكل ده. احاول بقى اسوي الدريبات كده من جوه، وهجيب بقى الكريمه بتاعتنا. ده كريمه الشوكولاته، يعني الجزء اللي فيه سبونج الشوكولاته بتحط له كريمه شوكولاته، والجزء برضو بتاع سبونج الفانيليا بتحطي له برضو كريمه فانيليا. تمام كده عملنا روزيتات بالشكل ده كده على الجزء بتاع الشوكولاته. تعملي برضو بدوران كده. ده قمع النجمه، واي قمع بقى تفضلي عندك. هنجيب بقى بقيه الجناش بتاعنا ونحطه على جزء الشوكولاته كده من فوق. طبعا بتحاولي بقى تسرعي ايدك، لان التورتيه بتبقى ساقعه معاكي. لو حطيتي الجناش وايدك متبطئه تلاقي الجناش يكتل معاكي. فحاولي تعملي الخطوه دي بسرعه عشان الجناش ما يتكتلش معاكي كده ويبقى قطعه جامده. هنعمل برضو روزيتات عليها من تحت كده على جزء الشوكولاته، برضو كل ده شغلنا في جزء الشوكولاته. تمام. اهو عملت الروزيتات كده عليها دوران برضو من تحت اهو كده. تمام. نعمل هنا برضو. كده خلاص خلصت جزء الشوكولاته. هبدأ بقى افنش اللي هو الجزء اللي هو بالفانيليا. بس سامحوني لان والله الجزء ده ما لقيتوش في التليفون خالص، فتقريبا التليفون ما كانش فيه مساحه، فلقيته بيصور على الفاضي. انا كده عملت حروف بالانجليزي وعملتها في الجزء اللي هو بالكريمه، وعملت اشكال بالشوكولاته وحطيتها كده مع كريسب البني وكريسب. وان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم عملت الاشكال دي ازاي بالشوكولاته بتاعتنا. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.